انا قررت ويا رب اوفي بوعدي. خبط وازعق، اخبط وازعق، ولما ما وفيتش بوعدي انا بتاسف. انا قررت ان انا انزل تاني ديلي فلوجز لمده 30 يوم. حاجة غريبة أوي حصلت النهاردة. أنا عامة ظابط المنبه على الساعة 6 الصبح علشان أصحى، يعني عايز أشتغل أخلص الفيديو اللي هو المفروض نزل قبل ده. أنا فعليا المنبه رن الساعة 6 بالظبط 6. بعدين فتحت عيني كده وقلت أقوم ولا ما أقومش، أقوم ولا ما أقومش. بصيت لقيت آدم نام لأنه كان صاحي 5:30. لا قعدت بالظبط 3 دقايق 4 دقايق كده أفكر أقوم ما أقومش. قلت لا خلاص أقوم. بصيت على ادم لقيته نايم، فغطيته مكان يعني البطانيه بتاعتي غطيته، وقمت فتحت الباب خرجت. فالطرقه بتاعت الشقه بالظبط هنا كده جوه مكان في الطرقه دي الغرف يمين وشمال. فخرجت لقيت الطرقه ضلمه شويه، يعني في ضلمه. النور اللي جاي بس من هنا، علشان انا سايب الشباك مفتوح الساعه 6 الصبح، مفتوح سنه يعني، فكان في نور خفيف طالع. المهم فبنور نور الحمام علشان بس اشوف مثلا في الطرقه وكده. بنور النور لقيته ما بينورش. دوست على البتاع ابص مفيش حاجه نورت. ابص على الزرار لقيته متداس عليه. ابص في الطرقه لقيت النور ده بيتقفل، بعد كده بيتقفل واحده واحده، بيضلم واحده واحده. احس عارف انت ايه زي افلام الرعب كده، الضلمه جايه عليا عمال بيضلم. قمت مجرب كده الزراير بتاعه الحمام اللي جنبه، فيه حمام صغير بنور برضه مفيش، مش عايز ينور. اكتشفت ان انا في فيلم رعب. جريت على الاوضه تاني، قلت ان اخش، قلت بسرعه اخش جنبيهم. بفتح الباب لقيته مقفول ما بيفتحش. جيت ازعق لقيت بقي مقفول، مش عارف انطق ولا اعمل اي حاجه. قعدت اخبط وازعق، اخبط وازعق، اخبط وازعق لحد في الاخر ما لقيت نفسي تاني نايم في السرير نفس الوضعيه. اتاري كل ده كان حلم، بس حلم كوبي بالظبط من اللي هو بعده. يعني انا قمت لقيت نفسي في نفس الوضعيه، اللي هو انا كنتش مصدق نفسي وانا بحلم دلوقتي. طيب ولا صحيت ولا ايه النظام؟ موقف اول مره اشوفه، لان انا دايما الحلم بيبقى مختلف تماما عن الواقع تماما. يعني بعرف عارف انت اللي هو حلم في اخره كده، بس ايه تحصل حاجات غريبه. انما ده كان بالنسبه لي ولا حاجه غريبه ولا حاجه، نفس الموقف. يعني ممكن وانا بكلمكم دلوقتي يكون ده حلم، الله اعلم. روح. انت هتمشي؟ سيب بابا وماشي؟ راح فين؟ خلاص هتمشوا؟ خلاص هتمشوا؟ يلا ادم باي. باي يا بابي باي. شكرا يا عم ادم. باي باي يا قمر. باي كوكو. الميكروفون فصل، مش عارف ليه فصل شحن. انا بتكلم حاليا في الميكروفون بتاع الكاميرا نفسه اللي هو المفروض بيبقى ضعيف يعني، فانا ما اعرفش عندي مشكله في الاوديو اخر كام يوم، مش عارف اظبط الدنيا علشان منفصل بقالي كتير. المهم كوكو وادم رايحين عند اخت كوكو، عند خالته يعني، هيقعدوا يومين هناك عشان خالته اجازه. امي مسافره وهعمل حفله. في حاجه كده عايز اوريها لكم، بصوا كده. علشان كده انا هنزل ستوري على انستجرام، اللي منكم مش متابع الانستجرام سيبه هنا تحت او هنا. للاسف الموقف ده بيحصل معايا كتير جدا، ان انا اجي اقول حاجه مثلا في الفيديو ان انا المفروض يعني هعمل منشن او اكتبها او حاجه زي كده وانسى. ولكن انا اكتشفت الموضوع ده بعد ما رفعت الفيديو ونزل وبس بشغل يعني بشوف بس الفيديو فيه مشاكل ولا اي حاجه، لقيت للاسف حاجه زي كده. فكرت طبعا ان انا امسح الفيديو وادخل واكتب الانستجرام وكده، ولكن ده حاجه، استنى يا عم ادم بقى، ده حاجه من الحاجات اللي طبيعي جدا بتقف في وش الانتاجيه. يعني لو انت عايز تنجز وتنزل او تنتج او تعمل اي حاجه، لو ركزت في حاجات زي كده، وانا عارف انها غلطه مثلا، ولكن انا بالنسبه لي غلطه بسيطه. لان مثلا انا بقول الانستجرام انا هحطه هنا بس انا ما حطيتهوش، ولكن سهل جدا ان اللي هيشوف الوصف بتاع الفيديو او الديسكريبشن هيلاقي الانستجرام، وسهل جدا تكتب اسم على الانستجرام تلاقيه. فحاجه زي كده في ناس كتير، وانا كنت منهم وما زلت احيانا برضو منهم، ان حاجه زي كده هتعطله، يقول لك لا مش هينفع انزل فيديو زي ما هو كده.
فلازم اغير اللي انا بوظته وانزل الفيديو تاني من الاول. فعلشان كده انا سبته زي ما هو. وحاجات زي دي هتحصل كتير، لان الفتره اللي فاتت، السنين اللي فاتت، سنتين 3 اللي فاتت، من بعد ما كنت بنزل كتير على السوشيال ميديا، اول ما بدات كنت بنزل كتير جدا وكده، فقدت للاسف الشغف والحماس بسبب حاجات كتير اتكلمنا عليها في الفيديوهات، ان انت بتبص حواليك وعايز تبقى دايما بيرفكت وعايز تنزل حاجات جامده ومش عارف انت عايز تعمل ايه، ولفه كبيره جدا. للاسف الموضوع ده خلاني ما بقيتش انتج اي حاجه. وموضوع ان انا كنت بنزل فيديوهات كتير كان بصراحه مشجعني، اللي هو لا انا ما نزلتش لازم انزل، مش هاممني شكله عامل ايه، بتكلم في ايه الموضوع. انا في حاله انتاجيه، انا بنتج مهما كان الموضوع، هل هو حاجه جامده جدا ولا حاجه متوسطه ولا حاجه بسيطه، اهم حاجه ان انا موجود كل يوم، بظهر كل يوم. وانا عملت فيديو عن الموضوع ده اللي اسمه الظهور، وحتى لمده دقيقتين حاجه زي كده تقريبا. فعلشان كده علشان ما اطولش عليكم، انا قررت ويا رب اوفي بوعدي، ولما وفيتش بوعدي انا بتاسف. انا قررت ان انا انزل تاني ديلي فلوجز لمده 30 يوم. 30 يوم من امبارح، الفيديو بتاع امبارح كان رقم 1، اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده رقم 2. 30 يوم ورا بعض هنزل فيديوهات، علشان بس مجرد بس ان انا اشجع نفسي، ما اوقفش ان مجرد ان انا عندي ديدلاين، عندي كده ميعاد ثابت لازم انزل فيه فيديو، لو ما نزلتش يبقى انا بوظت الخطه كامله. ده لوحده كان بيشجعني ان انا اقوم وانتج وادور على افكار وستوريز واعمل فيديوز. فعلشان كده لو انا ما قدرتش اوفي بوعدي، وبعد 3-4 فيديوهات وقفت ورجعت كملت ومش عارف ايه، فانا بقول من دلوقتي سامحوني، معلش، انا اسف لو انت مستني. ولكن اي اخبار ليه انا ما نزلتش فيه، عطلت في يوم مثلا، بس هكمل الايام اللي بعده. اي ابديت او اي حاجات تحديثات عن اللي انا بعمله او كده هتلاقي على الانستجرام. والمره دي مش هنسى هسيب لك الانستجرام فعلا تحت. Ride around the city with a stick all black. Try with a broken weed.